وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين. الكثير يسأل عن موضوع يعني لو أنه حصل سحرا ماذا يفعل؟ مسألة دي بعض الإخوة في المنافذ يتصلوا ويسألوا، بعض الإخوة اللي بيحصلوا شيء شاكين فيه وكذا في بيته، أو حرمة الله يحفظكم تجد قدام بيتها مرشوش ماء أو ما شابه، فتبدأ النفس تأخذ شيء من الخوف وكذا. إيه التصرف الشرعي؟ عندنا قصة في الصحيحين اللي هي قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق لبيد ابن الأعصم اليهودي. ده كان ساحر يهودي معروف. هذا الرجل سحر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة قيل 40 يوم، قيل 6 أشهر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم شعر بوجع، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. التصرف اللي ورد في القصة هو اللي احنا بنعمله عشان ما نخش بقى في قضية يعني خزعبلات وبعض الناس يعني يدخلوا في الدين. لا، التصرف اللي ورد فيه نعمل ايه؟ اولا نقوم بنفض هذا الامر، يعني ننفضه. يعني انت حصلت شيء ملفوف عليه شعر، ما مش عارف ما عليه لاصق مش عارف ايه، تنفضه. ها؟ تفتحه يعني تفتحه احسن. ثم بعد ذلك اذا كان في مكتوب تمحوه. يعني ايه؟ اذا كان طبعا هتمحوه زي اذا كان حبر وكذا، تضعه في ماء مثلا. بعد ما وضعته في ماء يقرأ عليه. الجماعة بيسألوا يعني كيف نقرأ؟ الأمر بسيط يا جماعة. أنت ممكن أنت بفضل الله تتوالى الأمر بكل بساطة. كل الحكاية تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ أول 4 آيات من سورة البقرة، ثم آية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي رقم 255 و256 و257، وتقرأ آخر 3 آيات من سورة البقرة. بعد كده يعني لو أنت حابب الرقية بقى اللي هي الموسعة، بس أنا مش حابب أشتتكم يعني. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. أول 9 آيات من سورة الصفات. بعد كده تقرأ الزلزلة، ثم الكافرون، ثم آخر شيء اللي هم قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قرأتهم بقى على الماء واللي أنت وضعت فيه هذا الكلام. أمامك طريقين، إما أن تحرقه، ودي وردت في رواية الإمام مسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفلا حرقته يا رسول الله، رواية مسلم، أو إنك تدفنه، وده الأجمل والأفضل، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أثير على الناس فأمرت بدفنه، بعدما قال قد شفاني الله منه. ويعني كرهت أن يعني زي ما بيقول إيه، إنه يخرع الناس ويثير في الناس شيء، فقال لا أنا دفنته. يعني النبي قال كده يعني. فأنت والأجمل إنك تحرقه ثم تدفنه، ده أجمل طريقة. واضح؟ طيب. ولو كان مرشوش ماء وكذا، إنك مثلا تجيب نفس ما قرأت على الماء، تجيب الماء ده وتقرأ عليه وترميه على الإيه؟ على المكان، كان قدام غرفة وقدام بيت أو ما شابه يعني. والأمر يا جماعة بفضل الله عز وجل بسيط. بعض الناس بعدما يقوم بحرقه ودفنه وكذا يبدأ يتخيل بقى الدنيا في بيته يعني كأنها من تأثير هذا. لا خلاص، إذا أنت فعلت هذا الأمر انتهت الأمور يا جماعة. ما تقعدش تفكر بقى هو النبي علمنا كده، هو يبطل بكذا. لكننا نوصي بماذا؟ نوصي الشباب إن دايما يرقي نفسه، دايما يرقي بيته، يرقي أولاده. لأن إحنا ما نوصلش للمرحلة العلاجية، إحنا دايما نستبق الأمر ويكون عندنا وقاية. فالوقاية خير من الإيه؟ تقي نفسك بإيه؟ أفضل ما تقي نفسك بالرقية. النبي علمنا كده. فأنت ترقي ابنك، ترقي عفوا بيتك، ترقي نفسك، وبكده بفضل أنت تكون في مأمن. إذا دخلنا في مرحلة العلاج فهذه هي مرحلة العلاج. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ نساءنا وأولادنا وأن يجعله قرة عين لنا وأن يكفينا وإياكم شر شياطين الإنس والجن. وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم.